عيب عليك، النساء أولا، أما نسيت أيام الإتيكيت؟ وهل أنت امرأة لسانك مثل مقص الإسكافية؟
على المسرح كنت لهلوبة، وفي البيت كنت امرأة شرقية رائحة الطبيخ تفوح من ثيابي. أما على الفراش فلقد كنت جبلا من التلج. هذا طبيخ وفسيخ. احترم المكان الذي أنتم فيه، وهذا الذي أنتم في حضرته. ومن هذا الذي نحن في حضرته يا محترم؟ أنتم في مكتب القائد الأعلى. الأعلى؟ ما طار طائر وارتفع إلا كما طال وقع. لابد أن صاحبنا وقع على عين فقع. طول حياتي وأنا أكره المعسكر، حتى فإنني أكره نفسي. الفنان هو الأعلى يا كابتن. سأعلمك الأدب يا قليل الأدب، سأعلمك الأدب. عيب عليك أن تخطب أوراق النساء. ألا ترين أنه مجنون؟ مجنون؟ ولماذا تتهمني بالجنون؟ إياك أن تتلفظ مثل هذه الكلمة مرة أخرى، وإلا أتلفظ. سيدي، أنا أقصد مجنون هي، مجنون مونيكا، مجنون سعديا. المرأة دائما مثيرة للحظ والجنون. هو ما يكون هو الجنون. ربما يا سيدي، ربما لو منعت عليك هذه الملابس تبدو إنسانا في منتهى العقل واللطف. ولكنني أحبه هكذا. انظر إلى سترته الأمينة، ألا يبدو كالنجوم البراقة؟ أنت بارع يا كابتن. قل لي، أتذكرني؟ بالطبع أذكرك، ولكنني لست الكابتن، أنا جنرال. إذا أنت جنرال يا كابتن. والله المرأة تكون في الجروب. إذا كنت تعشقين اسم الكابتن فلا مانع لدي عزيزتي أن أنزع هذه الأنصبة من على كتفي وألقي بها في المرآة. هكذا تكون تضحية. أنت لم تضحي بأشيء ولو بمرة واحدة في حياتنا اليوم. هي متخلف يا كابتن. أرجوك لا تنزع شيئا، أنا التي سأنزع. ماذا؟ كفى يا امرأة، أغمضوا أعينكم. هل أواصل أم هذا يكفي يا كابتن؟ لا، هذا يكفي. إلا أن لديك الحرية الكاملة في أن تنزعي تماما. إيه يا كابتن، من الأفضل لك أن تنتبه على رأسك وليس إلى كتفيك. نجومك ستطير وستصير لك قرونا. يا كابتن، أرجوك دعك مني وقل لي ما هذا الذي بعينك؟ ببساطة يا أنستي، إن عيني سيارة. كلما وجهت نحو فتاة جميلة إلا وقلقتها من زوجها، وكلما وجهتها نحو مدينة إلا واشتعلت فيها النيران أصبحت جهنما حمراء. هذه صفة الأعور الدجال تماما. أرجوك قل لي ما هذا الذي بيدك؟ هذا إنه مسدس يطلق أشعة النار. خطيرة فتاة. انظري هنا، اختري أي مكان في العالم تريدينه، بغداد، بابل، أفغانستان، الدولية، فأطلقوا عليها أشعتي وأخليها. إذا اقتلني بأشعتك أولا يا كابتن. عاش الحق، اقتلها يا سيدي وخلصني منها. لا، الجنرال إنسان حضاري، حتى الحيتان الجامحة والكلاب الضارة وقطط الشوارع نحن نساعد.